لو في يوم صحيت من النوم وسمعت صوت همهمة تقيل جاي من تحت الأرض، صوت غريب مش شبه أي حاجة سمعتها قبل كده، هتتصرف ازاي؟ الموضوع ده مش خيال، ده لغز عالمي بيحصل في أماكن متفرقة على كوكبنا، بيعرف باسم الهمهمة الخاصة أو زهام. الغريب ان الصوت ده بيظهر فجأة في مدن وقرى، وساعات ناس كتير بتسمعه وساعات ناس تانية في نفس المكان تقول انها ما سمعتش حاجة. النهاردة هحكي لكم عن واحدة من أغرب الظواهر اللي حيرت العلماء، اسمها أصوات الأرض الغامضة. أول مرة اتسجلت الظاهرة كان في السبعينيات في مدينة صغيرة اسمها بيرستول في بريطانيا. الناس هناك كانوا بيقولوا إنهم بيسمعوا صوت أشبه بآلة ضخمة شغالة في الخلفية، صوت ما بين صوت محركات السفن وصوت ترددات تحت الأرض. لكن مفيش أي مصانع أو آلات قريبة تقدر تعمل الصوت ده. من هنا بدأت الحكاية تنتشر، مدن في كندا وأمريكا ونيوزيلندا وأوكرانيا كلها سجلت نفس الهمهمة. أحيانا الصوت ده بيستمر أيام أو أسابيع، وأحيانا بيختفي فجأة بدون سبب. تجارب الناس اللي سمعوا الصوت وصفوه بأنه زي أزيز محرك ديزل شغال بعيد، أو زي طنين كهرباء ضخم، وحتى زي صوت طبول بطيئة تحت الأرض. في ناس بتقول إن الصوت ده مش بس مسموع، لكن بيحسوا باهتزاز غريب جوه جسمهم. وفي تقارير لناس قالوا إن الهمهمة سببت لهم صداع وتوتر وأرق شديد، لدرجة إن بعض الناس اضطروا يسيبوا بيتهم. والغريب إنه بيكون في أزواج، واحد يسمع الصوت والتاني لأ، رغم إنهم في نفس الأوضة. العلماء حاولوا يلاقوا تفسير للغز، وقالوا إن في موجات تحت سمع البشر الطبيعي جاية من تحركات بتحصل في باطن الأرض أو البراكين البعيدة، وفي تفسيرات ربطتها بالاهتزازات اللي بتعملها بعض المصانع أو محطات الكهرباء. وفي علماء قالوا إنه ممكن يكون المخ نفسه بيفسر إشارات داخلية على إنها صوت خارجي، يعني مشكلة عصبية. لكن المشكلة إن في مدن كاملة اتسجلت فيها الظاهرة وما كانش فيها أي نشاط جيولوجي أو صناعي، يعني برضو مفيش دليل نهائي يثبت أي فرضية. طبعا لما العلم فشل يفسر، ظهرت نظريات تانية بتقول في ناس قالت إن دي أسلحة صوتية سرية بيجربوها الجيوش الكبرى، وناس تانية قالت إنها وسيلة للتحكم في العقل البشري. وفي بعض الأساطير القديمة قالت إن الشعوب كانت بتقول إن في أصوات غامضة، ودي علامات من العالم السفلي أو أجراس القيامة اللي هتدق قبل نهاية العالم. المثير إن الظاهرة دي ساعات بتتزامن مع أحداث طبيعية غريبة، زي نفوذ جماعي للأسماك أو للطيور في نفس المنطقة. لحد النهاردة مفيش أي تفسير نهائي لظاهرة الهمهمة الغامضة. أصوات الأرض لسه لغز بيخوف الناس وبيثير الجدل. هل هي مجرد ترددات طبيعية احنا مش قادرين نفهمها، ولا أصوات من عالم موازي بيننا وبينه حاجز رفيع، ولا ده صوت سكان جوه في الأرض، ولا يمكن فعلا تجارب سرية بتحصل ومحدش عايز نعرف عنها حاجة؟ المؤكد ان آلاف البشر حول العالم سمعوا نفس الصوت وتسجل في تقارير رسمية، ومع ذلك العالم ساكت. هل تفتكروا ان ده صوت عادي، ولا في حاجة اكبر ورا الموضوع؟ اكتبلي رأيك تحت في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة، واستنوني فيديوهات تانية كتير.